Previously, we talked about Magic Farm application. أهلا بيكم، أنا محمد ودي قناتكم Ghost Net School. قبل ما نبدأ كالعادة منساش إن أنت تعمل لايك للفيديو ده، ولو أنت جديد معانا ولسه أول مرة تشوف الفيديو ده فحضرتك هتعمل سبسكرايب في القناة، وكمان الجرس ده تفعله بكل إشعارات عشان يوصلك أي جديد إحنا بننزله. مبدئيا الفيديو اللي فات عرفتك إزاي بتكسب فلوس من الابليكيشن اللي هو اسمه ماجيك فارم اللي هي مزرعة السحر، وطبعا في ناس كتيرة منكم سحبت فلوس من الابليكيشن. نيجي النهاردة بقى لحاجة مهمة جدا. أول حاجة هنتعرف عليها إزاي تسحب من الابليكيشن، وتاني حاجة هنبتدي نتعرف عليها سكريبت بيزود لك عدد العملات الرقمية الخاصة بيك من غير أصلا ما تدخل على الابليكيشن. الكلام ده هنتعرف عليه في خلال الفيديو، بس قبل ما نروح لتفاصيل الجزء العملي هسيبك مع إثبات السحب الخاص بيا من الابليكيشن. اهلا بيكم في الجزء العملي. مبدئيا عزيزي الشبه عايزك تركز معايا كويس جدا جدا جدا. انا قلت لك ان انا اعمل باتش لماجيك فارم الفيديو اللي فات، بس لاحظت ان ناس كتير هتيجي تستخدم الماجيك فارم هيحصل عندهم مشكله، فده السبب التاخير بتاعي لمده يومين، ان انا بجيب لك طريقه احسن. ايه بقى الطريقه الجديده؟ عملنا لكم ناسخ اسمه بيرال سبيس اللي هو مسمينه باسمنا احنا اشباح النت، ودي ال 64 بت الخاصه بالنسخه البيرال سبيس. لازم الاثنين يكونوا موجودين عندك. اللينك بتاع التحميل بتاعهم هتلاقيه اول كومنت مثبت تحت الفيديو ده مبدئيا. بعد كده هتحتاج ال HTTP كناري النسخه المدفوعه منه، هسيبها لك. طيب يا محمد احنا عندنا مشكله في الشهاده بتاعت الكناري وكلمناك مليون مره عليها وانت تقول حاضر الفيديو الجاي الفيديو اللي بعده. طيب يا شباب، من خلال الكلام ده بقدر من هنا اقول لك ان احنا عاملين نسخه لل HTTP كناري خاصه بينا احنا، وكمان مش هتحتاج ان انت تثبت شهاده فيها لان هي هتثبت تلقائي عندك. اندرويد 11 و12 و13 حلينا المشكله بفضل الله تعالى في النسخه دي. طيب النسخه دي هتكون متاحه امتى؟ ما نخلص شغلنا عليها. عشان كده حابب اشكر مبرمج التطبيقات اللي في تيم جوستوس نت معانا احمد سلامه. وقبل ما نبتدي بقى نكمل الشرح. طيب ليه يا محمد انت مثلا بتشكر ده وبتشكر ده؟ احب اقول لك ان محدش شغال لوحده ومحدش بيوصل للحاجه اللي هو عايزها لوحده، كلنا مكملين لبعض. يعني محمد بيعرف في حاجه، فلان بيعرف في حاجه، ففي الاخر الحاجه اللي هي بتفيد المستخدم اللي هو حضرتك بنبتدي ننشرها لحضرتك. جميل جدا وعسل جدا لحد كده. نبتدي بقى نتكلم في شرح النهارده. اول حاجه اتكلمنا عليها البيرال سبيس اللي هو الناسخ، خلاص احنا ثبتناه. جميل جدا. هتحتاج البايدوريت 3، وهتحتاج ال HTTP كناري، وهتحتاج الماجيك فارم اللي هو موجود على متجر بلاي عادي جدا مفيش اي مشاكل. جميل جدا. اول حاجه هبتدي اعمل كده كلير داتا لل HTTP كناري، فيا ريت حضرتك تركز معايا في فيديو النهارده كويس جدا جدا جدا. بعد كده نعمل كلير داتا بالشكل ده. خلاص كده انا حذفت نسخه الابلكيشن ال HTTP كناري. كل عليها دلوقتي ان انا هبتدي ادخل عليها. اول ما نبتدي ندخل على HTTP كناري بالشكل ده يبتدي يفتح معانا، هتنزل بس تحت كده تقول له اكسبت. بعد كده هنا تبتدي تثبت الشهاده، تبتدي تعمل لها انستول. طيب الناس اللي عندها مشكله في الشهاده والكلام ده، انا كنت منزل طريقه قبل كده، وحاليا المفروض ان انا هبتدي ان انا انزل لكم الاصدار الجديد الخاص بينا من ال HTTP كناري. جميل جدا. خلاص الابلكيشن فتح معايا على كده. اول حاجه هبتدي اضغط على علامه الزائد دي، او ممكن من الثلاث شرط اروح على التارجت ابس. اول ما اروح على التارجت ابس هنا كل عليه ان انا اضغط على الزائد اللي فوق دي، بعد كده اكتب له هنا جوستوس نت. خلاص على كده المفروض بقى ان انت راجل حافظ زي جوستوس نت دي اللي هو البيرال سبيس الناسخ بتاعك زي ما حضرتك شايف. دي النسخه العاديه، والنسخه الثانيه اللي هتلاقيها 64 بت اللي هي ظاهره قدام حضرتك دي هتضيفهم بالشكل الجميل ده. خلاص على كده. خلاص على كده. بس هنعمل حاجه كمان، هنبتدي نروح لعلامه الزائد دي ونبتدي نضيف اللعبه بتاعتنا بقى اللي احنا شغالين عليها اللي اسمها الماجيك فار. خلاص ضفناها بالشكل ده. جميل جدا. كل عليها برضه من الثلاث شروط الموجودين دول. اروح على هنا الاعدادات اللي هي السيتنجز، بعد كده اضغط عليها، بعد كده فعل من هنا خيار ال HTTP و HTTPS اونلي. طيب ايه فايده بقى الابلكيشن اللي احنا عاملين له باتش اللي هو الخاص بالبيرال سبيس اللي هو الناسخ؟ اقول لحضرتك ان هو متوافق هنا مع الكناري. ممكن تنزل انت، انا عايزك تجرب انت بنفسك، نزل نسخ كتيره جدا، وما تيجي تدخل على الابلكيشن من جوه يقول لك ان شهاده الاس اس ال بتاعتك مكشوفه، يعني مش ينفع تستخدم الكناري.
طيب ايه اللي حلناه بقى؟ اللي حلناه في نسخ البيرال سبيس اللي هي قدام حضرتك دي، ان احنا متخطين الشهاده الخاصه بالاس اس ال الخاصه بالابلكيشن. فاعتقد كده الكلام واضح لحضرتك، يعني لازم تستخدم النسخ بتاعتنا دي. غير النسخ دي مش هتعرف تدخل اصلا على الابلكيشن من خلال الناسخ عشان تسحب الكلام ده. طيب الطريقه دي الروت ولا الغير الروت؟ انا عندي روت على الجهاز بتاعي وبستخدم الطريقه دي اللي هي الغير الروت. يعني حاليا اللي عنده روت واللي ما عندوش روت في كلتا الحالات هتستخدم الطريقه اللي انا بستخدمها دي. مع ان في العلم معايا روت ممكن ادخل على الابلكيشن مباشره وبقدر اتخطى الحمايه بتاعته. والكلام ده كله مشروع في الكورس الخاص بيا اصلا، خاص ببرمجه سكريبتات الانترنت المجاني. جميل جدا. خلاص كده المفروض ان انا اديتك لمحه كبيره او معلومات كبيره عن الحاجات اللي انت بتستخدمها. اعتقد مفيش احسن من كده، واعتقد ان كلامنا كله للمبتدئين زي ما انتوا بتقولوا لي يا محمد، اشرح بطريقه مبسطه وللناس الجديده كمان. جميل جدا. اول حاجه عملناها ضفنا ال HTTP كاناري، ضفنا فيه الحاجات اللي احنا عايزينها. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده كل عليك من هنا نبتدي نحذف ده كده بالشكل ده، نعمل له كلير داتا برضه. طبعا انت حضرتك ما بتعملش كلير داتا لان انت بتكون لسه منزل النسخه اول مره. بعد كده هنروح نفتح اول ناسخ عندنا، ان هو الناسخ بقى بتاع مين؟ بتاع اشباح النت اللي متعدل عليه. هنا هتقول له اجري اند كونتينيو، بعد كده هنا تقول له كونتينيو اللي هي متابعه، بعد كده تدي له الصلاحيات الله بالشكل ده. تبتدي تنتظر لحظات لحد ما يبتدي يفتح معاك. العمليه سهله، العمليه بسيطه جدا، بشرح لك بالتفصيل والممل وادق التفاصيل كمان هتلاقيها في خلال الفيديو ده. بعد كده كل علينا عزيزي الشبح ان احنا هنضغط هنا اد تو بيرال سبيس. اول ما بتدخل على الابلكيشن لازم تضيف اي حاجه فيه. بعد كده تقول له اكسبت. بعد كده هنا شايف حضرتك الاداب؟ شايف، اضغط عليها. بعد كده كل علينا من المكان ده نبتدي نختار الماجيك فارم. اول ما اختار الماجيك فارم بالشكل ده تبتدي تتلون معايا باللون الازرق. بعد كده كل عليا اقول له اد تو بيرال سبيس. اول ما اضيفها في البيرال سبيس ابتدي مباشره اضغط على الماجيك فارم بالشكل ده، ابتدي افتح الابلكيشن. طبعا الاعلانات اللي بتظهر دي غير خاصه بيا اطلاقا، دي خاصه بابلكيشن بيرال سبيس، كان ممكن اوقفها بس طبعا كل الشكر للناس اللي هي بتعمل الابلكيشنات دي اصلا. بعد كده كل عليا دلوقتي ان انا هضغط على كلمه لوجن اللي هو تسجيل دخول. طبعا بيختار معاك فيسبوك وجوجل لوجن. طيب لو انت اول مره تشوف الابلكيشن او اول مره تسمع الابلكيشن ده وازاي تسحب فلوسك منه، هتلاقي لينك دلوقتي ظاهر لك بتاع الفيديو اللي فات، ترجع له عشان تبتدي تسجل في الابلكيشن. برضه هسيب لك رابط تسجيل من خلال الفيديو ده. بعد كده كل اللي علينا دلوقتي هنبتدي نضغط على جوجل لوجن. هتبتدي تنتظر لحظات. المفروض حاليا ان هو يبتدي يظهر لك جميع البريد الالكتروني اللي عندك على الموبايل اللي هي الجيميلات بتاعتك. يعني المفروض حاليا ان هو يبتدي يظهرها لك. طيب انا ما سجلتش قبل كده، كل عليك بس ان انت هتسجل من المكان ده. ركز معايا بقى في الخطوات الجايه دي. هتبتدي تكتب الايميل الخاص بيك وتبتدي تضغط نيكست وتكتب الباسورد. خلاص بالشكل ده المفروض ان انا سجلت على الابليكيشن. جميل جدا. ايه بقى اللي اتحل دلوقتي في النسخه بتاعت البيرال سبيس كمان مره؟ اللي اتحل فيها البلاي سيرفيس. المفروض ان جوجل سيرفيسز زي ما حضرتك شايف ظاهره قدامك، المفروض ان هي في النسخ القديمه او النسخ بقى اللي مش متعدل عليها من خلالنا بيحصل عندك مشكله في التسجيل و احنا حلينا جميع المشاكل دي بفضل الله تعالى اولا. فجميل جدا. لحد كده نبتدي ننتظر كل حاجه. مش عايز اخفي عنك حاجه ومش عايز اوقف الفيديو مهما يطول، ما بيشغلنيش. ان شاء الله تشوف دقيقتين بس في الفيديو. بس بنصح اي حد ان هو يكمل الفيديو من الاول للاخر لانك انت اللي هتستفاد مش انا عارف الكلام ده كله. بعد كده كل علينا تنتظر لحظات. خلاص على كده المفروض ان هو دخلنا فين؟ على الابلكيشن. بقول لك ستارت ميكنج ماني زي ما حضرتك شايف، بقول لك ازرع واحصد ونفس اللي انت عملته اول مره. طيب انا بشرح على حساب جديد بالنسبه لك، انت هتشتغل على حسابك الاساسي هتسجل بيه في المكان ده. اعتقد الكلام واضح. جميل جدا وعسل جدا. كل علينا دلوقتي ادي الابلكيشن فتح معانا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. المفروض لسه باقي الخيارات عندنا ما فتحتش زي ما حضرتك شايف. هنا المفروض اول حاجه عايزها مني، وهنا بقول لك ان انت ممكن تكسب 1200 من الكوين او العملات دي، وهتبتدي ليه 5 مرات بس يوميا. طيب لو انا جيت هنا وقلت له مثلا اديني العملات دي، لازم تشاهد اعلان عشان تاخد ال 1200 دول. طيب هل في طريقه ان انا اخد ال 1200 دول 5 مرات من غير ما اشاهد اعلانات؟ ايوه، ده اول سكريبت معانا النهارده. كل عليا دلوقتي ان انا ابتدي بقى اخرج من البيرال سبيس بالشكل ده وادخل على HTTP كاناري مره تانية وابتدي اشغله بالشكل ده. بعد كده ابتدي ادخل على نسخه البيرال سبيس اللي هي الخاصه بينا بعد كده بالشكل ده. خلاص على كده انا طبعا خرجت ودخلت عشان لو في اي مشكله في الابليكيشن بتتحل. بعد كده بضغط على الماجيك فارم. هبتدي انتظر لحظات
مبدئيا كده هتلاقي مفيش بقى. هوريك انا دلوقتي المشكله اللي بتجيلك من الاس اس ال لو استخدمت اي حاجه تانية. هيقول لك اس اس ال اكسبشن، بس احنا مش هنعمل الطريقه دي. طبعا زي ما حضرتك شايف هتلاقي الابلكيشن دخل معاك من غير اي مشاكل زي ما حضرتك شايف. اعتقد ان الموضوع سهل وبسيط جدا بالشكل ده. خلاص على كده المفروض حاليا ان الابلكيشن دخل معايا بالشكل ده. كل عليا ان انا اروح على العلامه اللي فوق دي. بعد كده كل عليا دلوقتي ان انا هرجع على مره تانية فين، على HTTP كناري، وابتدي من المكان ده ان انا اروح على الثلاث نقط دول وادوس عليهم. بعد كده اقول له فلتر، بعد كده ال HTTP، بعد كده احدد من هنا السيرفر روست، بعد كده من هنا اقول له بقى سيرفر الابلكيشن اللي هو api.image.farm، بعد كده .com اللي هو ده. خلاص على كده حددته بالشكل ده. اول ريكوست عندنا اللي هو ده، ابتدي ادوس عليه. بعد كده هنا هتلاقي حاجه اسمها فري كوين كونفيج، فري كوين كونفيج اللي هو ظهر قدام حضرتك ده. بعد كده هنروح هنا نحتاج شويه حاجات، بس قبل ما نحتاج الحاجات دي هنروح بعد كده على البايد روت 3 عشان بقى نشغل السكريبتات. السكريبت رقم 1 بتاعنا اللي هو الخاص باضافه النقاط الخاصه بيك. وطبعا اول سكريبت معانا اللي هو الخاص بال 2200 عمله دول. طيب هنبتدي نشغله ازاي؟ طبعا مالكش دعوه بالسكريبت. السكريبت حاليا الحاجه دي هتكون مخفيه في المونتاج لان دي الاكواد عموما. بس حضرتك لما بتيجي تشغل السكريبت بتلاقيني ضايف اللوجو بتاعي وبتلاقيني ضايف الالوان والكلام ده كله. ما علينا من الكلام ده، بس السكريبت طريقه تشغيله واحده. كل اللي دلوقتي ان انا ابتدي ادوس على علامه التشغيل دي. ما تشغلش بالك بالمكتبات، انا بحلها. فاول ما تشغل السكريبت اول حاجه طالبها مننا اللي هو التايم الخاص بيك. هجيب منين التايم ده؟ هبتدي ارجع بقى مره تانية على HTTP كناري. اول حاجه عندنا هنا هتلاقي التايم. هبتدي اضغط عليه ضغطه كده، بعد كده اقول له كوبي فاليو، انسخ لي القيمه بالشكل ده. اول ما اضغط على كوبي فاليو بالشكل ده هبتدي ادوس بيست. خلاص على كده بعد كده انتر اللي هو السهم اللي موجود في لوحه المفاتيح. بيقول لي انتر يور توكن، فين التوكن بتاعي؟ اهو ده. هبتدي اضغط عليه برضو ضغطه، بعد كده اقول له كوبي فاليو بالشكل ده. خلاص على كده بيست، بعد كده انتر يور ساين، فين الساين بتاعي اللي هو التشفير ال SH 256 ده. كل على دلوقتي هدوس عليه، بعد كده اقول له كوبي فاليو، بعد كده كل عليا ان انا اقول له بيست، بعد كده انتر وابتدي انتظر لحظات. زي ما حضرتك شايف الداتا لو ظهرت معاك كبيره بالشكل ده اعرف ان ال 1200 كوين انضافوا للحساب بتاعك. عايز اتاكد يا محمد من كلامك، انا شاكك في السكريبت بتاعك. عزيزي الشبح بص لحظات، احذف من هنا الابلكيشن، ابتدي ارجع على النسخه بتاعه البيرال سبيس الخاصه بيك مره تانية بالشكل ده. تبتدي تنتظر لحظات هتبتدي تفتح معاك. طيب احنا نسينا نشوف عدد النقاط. طبعا يا عزيزي احنا كنا كده فاتحين الابلكيشن جديد، يعني مش هتلاقي معانا ال 1200 نقطه، فاهمني؟ نبتدي ننتظر لحظات، وطبعا هنجرب السكريبت مره واتنين لحد ما حضرتك تفهم ايه المشكله يعني. نبتدي دلوقتي نشغل السكريبت الجميل بتاعنا او الابلكيشن عموما. نبتدي ننتظر لحظات. ماجيك فارم، نبتدي ننتظر. خلاص فتح معايا زي ما حضرتك شايف فوق هنا 1210 كوين. هل فعليا انضافت؟ تعال نجرب تاني. طيب انا ما دخلتش على الابلكيشن، يعني انا دلوقتي زي ما حضرتك شايف الفيديو بيتسجل قدامك بالوقت وبالتاريخ وبكل حاجه. مره تانية ايوه مره تانية. التايم بتاعي طبعا احنا مسافين الكلام ده، هبتدي اكتبه وارجع لك بالشكل ده زي ما هو ظاهر قدام حضرتك. كتبتهم مره تانية اللي هو التايم والتوكن والساين. لو حضرتك بقى مش مصدق الكلام بتاعه وانا وقفت الفيديو وغيرت حاجه، ارجع بقى لاول مره ضفت فيها الكوينات بتاع الحساب وابتدي ادوس انتر. زي ما حضرتك شايف المفروض حاليا انضافت. هرجع مره تانية فين، على الناسخ بتاعي. زي ما حضرتك الناسخ عندي ما ضافليش اي حاجه. ليه؟ لانه لازم حضرتك تخرج من الابلكيشن وتدخل مره تانية عشان الداتا تبتدي تسمع فين، في الابلكيشن. طبعا مش ده الابلكيشن احنا بنفتحه من على البيرال سبيس. حاليا المفروض في طريقه تانية بقى لتجميع النقاط. طبعا الكلام ده كله انا ببتدي اعمله لك بطريقه سيمبل كده وبسيطه على السكريبت عموما اللي هو بيتنشر او اللي انت بتستخدمه. انما بالنسبه لي انا الاكواد زي ما هي ما عنديش مشكله، ما بتفرقش معايا لان انا اللي مبرمجها في الاساس. هبتدي ادخل على الماجيك فارم، ابتدي انتظر لحظات هيبتدي يفتح معانا. والمفروض حاليا ان احنا معانا 1210 و1200 كمان، يبقى 2410 المفروض ان دول موجودين في الحساب الخاص بيا حاليا. تبتدي تنتظر لحظات زي ما حضرتك شايف 2410 كده. اول سكريبت معانا ايه، زي الفل. خلاص على كده جميل جدا. نروح بقى نتوجه على تاني سكريبت معانا. طيب انت ما بتسجل بحسابك الاساسي في الابليكيشن بيبتدي يفتح معاك حسابك الاساسي بجميع الحاجات او المميزات اللي فيه، اللي هي زي ايه، زي بقى بقيه الحاجه اللي موجوده فيه. جميل جدا. فانا دلوقتي هشتغل بقى على النسخه الاصليه اللي عندي، وانت حضرتك هتبتدي تشتغل على
البيرال سبيس اللي هو النسخ ده، فانا هشتغل على النسخه العاديه مباشره. جميل جدا. انا خلاص هبتدي بقى ان انا اشغل اتش تي تي بي كاناري مره تانية عشان نبتدي بقى نشغل السكريبت اللي هو بتاعنا التاني. طيب عشان نشغل السكريبت بتاعنا اللي هو التاني هنعمل ايه؟ هتبتدي تدخل بعد ما بتقفل النت بتاعك. النت عندك بيكون حاجه اسمها اوف لاين، خلاص انت قافل النت عن الابليكيشن. فانت اول ما بترجع على الابليكيشن بتاعهم بيبتدي يديك نقاط. النقاط دي المفروض ان هي الخاصه بالاوف لاين ده، بيحب كفك يعني. كل عليك ان انت هتبتدي تضغط على ماجيك فارم وهتبتدي تنتظر لحظات. تعالى بقى نشوف المشكله اللي هي بتواجهنا بقى لو انت ما استخدمتش النسخه الخاصه بيا. زي ما حضرتك شايف هنا المفروض حاليا ان هو بيقول لي، طبعا حاليا هوريك المشكله في النهايه. هنا بيقول لك طبعا ايه؟ اول المكافآت هنا في وضع عدم الاتصال. زي ما حضرتك شايف المكافآت في وضع عدم الاتصال. بيقول لك هنا ممكن تاخد 155 كوين، وممكن هنا تشوف اعلان والكلام ده. لا، احنا هنشغل السكريبت على اقل حاجه اللي هي 155 او 150 او 160 اللي هي عدد النقاط اللي تظل. هقول له هنا ايه؟ التقاط عادي بالشكل ده. خلاص كده المفروض ان هو ايه؟ التقط الحاجه دي. طبعا هنا انا عامل باتش للنسخه عموما عشان كده فاتحه معايا. اوريكم المشكله دلوقتي ما اغير النسخه. فكل عليا دلوقتي هنا ابتدي اقول له يسعدني القبول، وابتدي ارجع مره تانية فين؟ على الابليكيشن. خلاص على كده رجعنا على اتش تي تي بي كاناري. بعد كده نبتدي نتوجه لتاني حاجه عندنا اللي هي ايه؟ اللي هو السكريبت بتاعنا الرقم 2. جميل جدا لحد كده. وبعد ما تتوجه على السكريبت رقم 2 بالشكل ده بقى نبتدي نشغل السكريبت ونشوف طالب مننا ايه. لاحظ بقى ان كل حاجه متغيره، كل سكريبت بيطلب حاجات ممكن متغيره. هرجع مره تانية على اتش تي تي بي كاناري، اروح للثلاث نقط وعلى الفلتر والاتش تي تي بي والسيرفر روست. بعد كده اختار نفس الريكوست بتاعي اللي فات او نفس الهوست. هنا طبعا زي ما قلت لك هتلاقي حاجه مكتوب فيها اوف لاين ريور. كل علينا هنا نروح على كلمه ريكوست من فوق من هنا. بعد كده نختار من هنا كلمه توكن. التوكن بتاعنا من هنا اقول له كوبي فاليو بالشكل ده، وارجع مره تانية اضيف البيست للتوكن الخاص بيا واعمل انتر. فحاليا طالب مننا اللي بعد كده حاجه اسمها الساين. هبتدي ارجع مره تانية على اتش تي تي بي كاناري وادي الساين بتاعي نفس اللي عملناه المره اللي فاتت، واقول له كوبي فاليو. بس في حاجه جديده في السكريبت ده، ركز معايا. بعد كده انتر. بيقول لي انتر يور داتا. فين الداتا بتاعتي بقى؟ شايف حضرتك الكلام اللي تحت ده؟ هتختار كلمه تكست منه اللي هي دي. بعد كده الداتا اللي موجوده فيه دي اقول له سيلكت اول. بعد كده اقول له كوبي، وتاكد انك ناسخ كل الداتا بشكل صحيح. بعد كده بيست. بعد كده انتر. هنا طالب منك عداد الوقت اللي عندك. فين بقى الوقت بتاعي؟ هرجع للهيدرز مره تانية وادي الوقت الخاص بيا بالشكل ده، اقول له كوبي فاليو. بعد كده ارجع هنا وابتدي اضيف الكلام ده كله. بعد كده اقول له انتر. هنبتدي ننتظر لحظات. زي ما حضرتك شايف كده النقاط المفروض انها انضافت في الحساب الخاص بيك. انا معايا دلوقتي المفروض 10690. هنبتدي ندخل على الابلكيشن مره تانية وتعال نشوف مع بعض عدد النقاط الخاصه بيا. طيب انا كل مره ادخل على السكريبت واخرج؟ لا طبعا. دلوقتي 10850. انا بعدل السكريبتات عزيزي الشبح زي ما قلت لك قبل ما بنشرها لك. يعني السكريبت هيبتدي يضيف لك عدد النقاط دي ورا بعض كانك مالكش دعوه. انت اول مره بس بتكتب البيانات، تبتدي السكريبت مباشره ان هو يكرر عدد النقاط دي ليك. يعني انت بتكتب بس الحاجات اللي بتطلب لنا طالبها منك دي اول مره بس. بعد كده بيبتدي السكريبت شغال يضيف عدد النقاط الخاصه بيك من غير ما تدخل وتخرج. طيب انا عايز اتاكد مره تانية يا محمد. حاضر عزيزي الشبح، هخليك تتاكد مره تانية. نبتدي نكتب الداتا بالشكل ده. كتبناه مرة تانية. هبتدي ادوس انتر. هبتدي انتظر لحظات. خلاص كده عدد النقاط الخاصة بيا انضافت مرة تانية. اخرج من الابليكيشن وابتدي ادخل مرة تانية. طبعا عشان دلوقتي الفيديو طول الواحد بيتكلم بقاله كتير، فاعذرني لو كنت وقفت في حاجة او نسيت ان انا اشرح لك حاجة او الكلام ده. 11000 نقطة. طيب السكريبت التالت بقى شوف هيطلب منك ايه. نفس الطلبات دي بالظبط هتبتدي تكررها. السكريبت التالت فايدته ايه؟ بيبتدي يزرع لك الارض هنا وبيبتدي يحصد الارض بتاعتك. وكل ده من خلال اللي هو بيخليك تنتظر بعد كل مرة ومرة حوالي 120 ثانية اللي هم عاملين دقيقتين تقريبا. ولحد هنا بكون انتهيت من شرح النهارده. ما تنساش لو اول مرة تشوف القناة عندنا ان انت تعمل سبسكرايب في القناة. لو انت قديم معانا ما تنساش اللايك المتين بتاعك. وما تنساش عزيزي الشباب ان انت تنزل على الكومنت ده لو ما سجلتش في الابلكيشن تسجل فيه. وما تنساش ان انت تدعمنا وتكتب لي تحت الفيديو ده الشبح في المدينة. بشكركم جدا لحد اللي وصل لحد هنا. واعتقد ان الثلاث سكريبتات كفايه كتيره جدا عليكم، او مش كتيره عليكم، لا اعتقد ان هي كتيره. زي ما حضرتك شايف انا كنت ساحب مره من الابلكيشن فزاره قدامك هنا مش عارف في كل شويه زرار لي من انا ساحب بقالي 3 ايام. ما علينا من الكلام ده. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.